كنت عملت فيديو قبل كده عن مسح الطنابير باستخدام التيل، وكتير جدا منكم في التعليقات اقترح عليا ان احنا نجيب ورقة صنفرة ونحطها على التيل ونجرب ونشوف هل هتكون لها دور في مسح الطنابير ولا لا. وبالصدفة كده كان عندي مشكلة في العربية ان هي بتعمل صوت صفارة مع الفرامل. اسمع كده. طبعا صوت صفارة مزعج جدا، وطبعا لما هنبص على الطنابير دلوقتي ونفك العجل هتلاقي الطنابير فيها كمية خطوط كبيرة جدا جدا، وطبعا وضعها مش كويس، وكمان طبعا الطنابير متآكلة جدا وهي فعلا محتاجة تغيير. اللي احنا هنعمله ده مش بيغني عن المخرطة، لكن الطنابير عندي متآكلة لدرجة يعني ما تسمح لهاش إن هي تتمسح على المخرطة، فده محاولة كده أخيرة قبل طبعًا ما كده هتحتاج تتغيّر. فهنشوف هل الفكرة بتاعتكم بتاعة إن إحنا نحط ورقة صنفرة على التيل، هل هتجيب نتيجة وتلغي صوت الصفارة وتحسّن الوضع، والّا مش هيكون لها نتيجة؟ زي ما أنت شايف كده الطنابير لها شِفّة كبيرة والسمك بتاعها بقى قليل. هنبتدي طبعًا نفُك جهاز الفرامل. خلاص، هي صامولة صغيرة كده. بعد كده بترفع جهاز الفرامل وهي هتطلّع لقمتين التيل. الموضوع سهل خالص، ومهم إن أنت تتعلمه حتى عشان تغيّر تيل الفرامل بنفسك، لإنه فعلًا، فعلًا من أسهل ما يكون. زي ما أنت شايف التيل برضه فيه نفس التجاريح اللي موجودة في الطنبورة. هنبتدي نجيب قلم كده ونرسم التيل على ورقة الصنفرة. بعد كده هتجيب مقص وتبتدي تقص التيل أو الصورة بتاعة التيل، وحاول إن أنت تكون أصغر شوية من الحجم، يعني أصغر سِنّة من حجم التيل، بحيث إن ورقة الصنفرة ما تخرجش مع الحركة على الطنبورة. أصغر حاجة بسيطة، يعني إما تضبطها بالملي أو لو فاضلنا بين الأحجام خلّيك أصغر. فزي ما أنت شايف كده بقى الحجم ممتاز زي الفل، حجم مضبوط ما فيهوش أي مشكلة خالص. فطبعًا هنكرر نفس الكلام مع لقمة التيل التانية. هتجيب بقى أنبوبة أمير وتبتدي تحط كده على التيل، يعني تحط في أغلب الأجزاء، بس مسحة يعني مش كتير عشان يبقى في تساوي في في الحجم. ليه أنا حاطط أمير؟ لأن الأمير بيعمل طبقة رفيعة. بإيديك كده تفضل تدوس عليه لحد ما يلتصق بشكل كامل. وطبعًا هتكرر نفس الكلام، بقوا لقمتين التيل أهُمّة زي بعض. هنبتدي بقى نركّب لقمة التيل اليمين والشمال علشان نبتدي إن شاء الله التجربة بتاعتنا. واحدة، واحدة، يعني الموضوع ما فيهوش استعجال. خُد وقتك خالص، ويهمني أوي إن أنت تعمله بنفسك علشان يعني تاخد خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن أنت تمِد إيديك في عربيتك وتلاقي الموضوع أسهل. زي ما أنت شايف أنا باحاول كده لحد ما ركّبتهم. بعد كده هنقفّل الكاليبر زي ما أنت شايف الورقة كده شكلها أهوّة على الطنبورة. بيبقى شكلها بالوضع اللي أنت شايفه ده، موازية بشكل مضبوط وشكلها ظريف. هندّي العربية دي وهنبتدي نخلّي العربية تتحرك ونلمّس فرامل. ممكن بعد شوية برضه ندوس لها سِنّة بنزين بحيث تسرّع شوية، و بحيث برضه عملية المسح تتم. زي ما أنت شايف التجاريح فظيعة في الطنبورة، هتبتدي اللمعة تتحسّن والتجريح تقل. ركّز كده في الصورة، ركّز كده في الدايرة الحمرا. بُص كده المنطقة اللي معلّمين عليها دي، هتلاقي المنطقة دي كانت عالية جدًا، جدًا، وأعتقد دي اللي كانت بتعمل الصفارة. ركّز كده اللي هيحصل فيها، هتبُص تلاقيها ابتدت تنعم تمامًا. ركّز معاها بقى اللي حصل كمان مع دوسة الفرامل. بُص، الخطوط ابتدت تقل، هتبتدي تقل بالتدريج لحد ما الخطوط هتختفي تمامًا، والحتة دي هتبقى لامعة جدًا، جدًا، والخط اختفى منها وتآكل، لإن ورقة الصنفرة فعلًا قامت بدورها. ففكرتكم يا جماعة فعلًا فكرة هايلة. فكرة إن أنت تاخد أفكار من التعليقات دي فعلًا، فعلًا حاجة ممتازة. يعني أنا كنت عامله بالتيل ما جابش نتيجة إطلاقًا زي ده. طبعًا لسه هنجرّب بقى على الطريق ونشوف هل صوت الصفارة هيختفي والّا لأ، لكن أنا اللي شايفه من نتيجة التجربة إن فعلًا كَلِت الخطوط بشكل كامل، لمعة الطنبورة زادت. مش هنقول 100% زي المخرطة، ولكن فعلًا، فعلًا يعني بتوصل لحوالي 80%. وزي ما قُلت لك اعملها في آخر عُمر الطنبورة لمّا ما يكونش تقدر إن أنت تمسحها على المخرطة، وطبعًا خصوصًا كمان لو عندك صوت صفارة وتماسك الفرامل مش أفضل حاجة. طبعًا بتفضل تمسح كده، ولكن خُد بالك برضه إن الطنابير بتسخن جامد، فيعني ما تعملش الموضوع كتير، ممكن بدقيقة كحد أقصى. الموضوع هيبقى ممتاز معاك وهيبقى هايل جدًا. هيكون كفاية أوي يعني. طبعًا سخنة جدًا بس بقت ناعمة جدًا، يعني أول ما تحط صباعك عليها كده هتبتدي تحس جدًا بالوضع ده. شوف بقى الطنبورة بقى لها لمعة، الخط شايف أنت خط اللمعة ده بقى خط مستقيم على استقامة واحدة. ده معناه إن فعلًا أصبح إن في تساوي بشكل قوي جدًا. وطبعًا اللي هيكشف التجربة زي ما قُلنا على الطريق. سيبك بقى من الأشكال والمناظر، في تحسن في المنظر، بس الله أعلم ده هيجيب نتيجة على الطريق والّا لأ. خلّيني أوريك بقى شكل ورقة الصنفرة كده بعد ما طلعت. بُص التراب اللي فيها راح كلّه وبقت ناعمة جدًا. ليه؟ لإن طبعًا حصل لها هي كمان تآكل في إنها تشيل الخطوط بتاعة أو الخطوط الموجودة في الطنبورة. يالّا بقى نجرّب على الطريق.
طبعا عشان تعرف الفرق هجيب لك تاني قبل الشغل اللي احنا عملناه. اسمع كده. طبعا الفرق واضح جدا جدا، فالف الف شكر لكم على الافكار دي. طبعا فكره الفيديو مش فكرتي، ولكن ناس كتير قوي قالتها. يعني هو لو واحد بس اللي قالها كنت قلت ان هو الفكره دي بتاعت فلان ونشرت اسمه، لكن عدد اللي قالها كتير جدا جدا. فطبعا الفكره ما زلت زي ما قلت هي مش فكرتي، انا بنسيبها ليكم انتوا، بنسيبها للناس اللي قالتها، وهي فكره كويسه، وزي ما قلت اعملها في اخر عمر الطنبوره. ما ننساش ضروري يا جماعه الدعاء لاهلنا في غزه، ما ننساش نعرف اولادنا باللي بيحصل. اهم حاجه انك تنشر الحقيقه، ده اقوى سلاح على المدى البعيد، هيكون فعلا فعلا ليه تأثير قوي جدا. وربنا يا رب يغفر لنا تقصيرنا، وربنا يا رب يعفو عننا ساعة السؤال. جمعة مباركة عليكم، السلام عليكم.